لو حاسس او حاسه انكم متوترين طول الوقت حتى وانتم مش بتعملوا حاجه زي كده، كأن عقلنا مش بيعرف يسكت، قوموا هاتوا حاجه اشربوها ويلا تعالوا هنفضفض مع بعض شويه. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا تقريبا بيشغل بالنا كلنا، وهو ليه احنا متوترين طول الوقت؟ ليه الضغط الشديد قوي اللي علينا ده؟ وازاي بيأثر على حياتنا؟ وازاي بيأثر على صحتنا؟ وازاي السوشيال ميديا ليها عامل كبير قوي في التأثير والضغط اللي علينا ده؟ بصوا يا جماعة، أنا حابة أعمل مقارنة سريعة كده بين تفكير الناس أو الشباب خصوصا في عصرنا الحالي وزمان. زمان مثلا كان كل اللي شاغل الناس إن هم عايزين يعملوا عيلة، يربوا عيالهم تربية كويسة زي ما هم متربوا، عايزين يعملوا بيت دافي، كل الكلام ده. يعني الشاب مثلا كان كل همه إن هو عايز يفتح بيت، عايز يشتغل شغل، مش مهم هو كويس قد ايه او هو مثلا ليه مستقبل عامل ازاي، قد ما يكون ان هو قادر يفتح بيت وقادر يكفي احتياجات البيت. البنت نفس الكلام، كانت كل اللي هي عايزاه ان هي تبقى ربة منزل، تربي عيالها، تعلمهم تعليم كويس، يبقوا احسن منها. كل ده كان زمان. دلوقتي بقى الموضوع اختلف تماما، ما بقاش هو ده اللي شاغل تفكيرنا، ما بقاش شاغلنا طول الوقت غير الكارير بتاعنا. احنا دلوقتي حاجة، فيما بعد حاجة، قدام هنبقى عاملين ازاي. مش فارق بنت ولا ولد اعتقد، لان في العصر الحالي البنت بقت متساويه بالولد. انا عارفه ان الجمله دي عامله قلبان، بس هي دي الحقيقه. انا حاسه ان خلاص يعني في عصرنا دلوقتي ان البنت بقت زيها زي الولد، لان اعتقد ان كلنا خلاص بقينا بننزل الشارع وبنشوف الناس وبنتعامل مع الناس عن الاول، ولينا شغلنا ولينا حياتنا ولينا كل حاجه. فللاسف مضطره اقول ان احنا البنات زي البنات خلاص يعني. خلينا نرجع لموضوعنا، ما نخشش في حاجة احنا عارفين ان هي هتثير الجدل. يعني مثلا دلوقتي ممكن نلاقي البنت وصلت مثلا سن ال30 مثلا ال35 ولسه ما اتجوزتش، لان هي خلاص بما انها نزلت الشارع وتعاملت مع ناس وكل الكلام الحلو ده، هي بقت قادرة ان هي تختار، بقت عارفة ايه الكويس وايه الوحش فخلاص يعني هو دلوقتي بقينا انضج. بلاش كلمة انضج دي، خلينا نقول بقينا عارفين ان احنا نختار شريك حياتنا كويس، فما بقاش همنا ان احنا نفتح بيت طبعا ده همنا. يعني خلينا نقول ان ده دلوقتي بقى موجود بنسبة اكبر شوية عن زمان. زمان ما كانش البنت قادرة ان هي تختار زي دلوقتي، ما كانتش شايفة بنظرة زي بتاعت دلوقتي البنات بقت شايفة بيها الدنيا. هو نصيب طبعا في الاول وفي الاخر، بس اعتقد ان التفكير في كل الكلام ده عامل لنا ضغط وعامل لنا توتر مش طبيعي، اذا كان بنات او ولاد. يعني احنا حرفيا ما بقاش يختلف كتير قوي في حتة ان احنا مضغوطين طول الوقت، بنفكر طول الوقت. طبعا ضغط الاهل ده حاجة تانية على جنب، ده لوحده وليه حاجة يعني مجنونة. حاجة تانية حابة اتكلم فيها برضو السوشيال ميديا. يا جماعة انتوا مش متخيلين هي بتأثر علينا ازاي، والله العظيم بجد انتوا مش متخيلين. هي ليها عامل كبير قوي 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 على الضغط اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، على التوتر اللي حوالينا طول الوقت، كبير جدا. ليها عامل كبير جدا جدا جدا. انا واحده من الناس دايما شايفه قدامي قد ايه ما شاء الله في ناس كتير ناجحه جدا، قد ايه هم فظاع بيعملوا 20 مليون جنيه في الشهر، وتعالى اقول لك ازاي عملت اول مليون جنيه في 25 اسبوع وحاجات كده كتير بشوفها بيخليني افكر، طيب هي الناس دي عملت ايه؟ طب هي الناس دي عندها ايه زياده؟ طب مثلا انا مثلا العيب فيا، انا مثلا ما بعملش حاجه، هل انا فاشله ان انا مثلا مش عارفه اعمل زيهم، او ان انا مش بعمل كفايه في حياتي؟ هو مش بيبقى تفكير وحش، بس انت من كتر ما خلاص شفت حاجات كتير قوي من الفيديوهات دي قدامك، انت خلاص اقتنعت في دماغك ان العيب منك انت، ان خلاص هو الناس دي كتير قوي وناجحه جدا، فانت الوحيده اللي كده، انت خلاص انت اللي فاشل بالظبط كده. وهو ده اللي هم عاوزين يوصلوا له. اصل معلش يا جماعه، هو في اخر كل فيديو من الفيديوهات دي ابعت لي مسج وهقول لك سعر الكورس، ابعت لي مسج وهقول لك ازاي عملت كده، ابعت لي مسج او سيب كومنت وهقول لك ازاي تبقى زيي.
طبيعي جدا، هو بيبيع لك حاجه في الاول وفي الاخر، فطبعا لازم هيوريك قد ايه الحياه ورديه وقد ايه انت تقدر تعمل كده بس في منت اول ما تكلمه. فهي الحياه مش مثاليه قوي كده يا جماعه، بجد هي مش مثاليه قوي كده. وانا عايزاكم تقتنعوا وتفكروا بس شويه ان ده نصيب، والرزق بيجي للبني ادم في وقت ما ربنا بيكتبه له، وان الحياه مش مثاليه قوي كده زي ما هما بيبقوا طالعين في الفيديوهات. وطبيعي جدا ان ده يعمل علينا ضغط كبير جدا، وده يعمل علينا توتر طول الوقت، ويخلينا نفكر بطريقه مش طبيعيه. حتى يعني انا بيجي عليا اوقات بفكر وانا نايمه، يعني انا مش عارفه ازاي انا وصلت للمرحله دي، انا حرفيا كنت بفكر وانا نايمه. وده على الصعيد الاخر بقى، كل الضغط والتوتر وكل الكلام ده بيأثر علينا نفسيا وجسديا. يا جماعه انتوا مش متخيلين، والله انا عماله انتوا مش متخيلين بجد، ده بيأثر جدا 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 على الصحة الجسدية. إذا كان أرق، إذا كان عصبية، إذا كان نسيان طول الوقت. وده بقى بيوصلنا لسؤال في آخر الفيديو: هل الراحة في عصرنا الحالي بقت مستحيلة؟ وبس كده، ده كان موضوع فيديو النهاردة. هستنى اشوف آرائكم، وكمان قولولي لو انتوا عندكم حاجة تانية حابين ان احنا نتكلم فيها اكتبوها لي برضو. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، وهسيب لكم كمان الاكونتات بتاعتي في الديسكريبشن، اعملوا لي فولو. بس كده، باي.